من بين أكثر الأمور المتعبة في حياتنا اليومية ماشي ضغط المسؤوليات، كيفاش كنتعاملوا مع صحتنا النفسية، حيت التأثير ديالها ما كيوقفش في الإحساس، كيبان في السلوك، في العلاقات، وخصوصا في داك التردد الصغير اللي كيطلع قبل اتخاذ أي قرار. المشكل ماشي أنك كتغلط، المشكل هو أنك كتعاود نفس السلوك وانت عارف أنه كيأذيك ولكن ما قادرش تحبس. من منظور علم النفس، هاد التكرار ماشي ضعف الشخصية، هو نمط تعلمو الدماغ باش يهبط التوتر ويحميك من اي الم تجربه قديمه. وعارف كتقول باللي فاهم، فعلا فاهم، وعارف علاش كتغضب، عارف علاش كتعلق، عارف علاش كتهرب. ولكن واش الفهم بوحدو كافي؟ علم الاعصاب كيبين ان الفهم كيتخزن في القشره الجبهيه، بينما الاختيارات اللي كتعاودها كتخرج من اللوزه الدماغيه، من الجهاز العصبي اللا ارادي. يعني باختصار انت فاهم، ما كنقولش العكس، ولكن القرار ماشي ديالك. خلينا ناخذ مثال بسيط وواقعي باش نحاولوا نفهموا. شخص قريب ليك او ممكن تكون متعلق به فجأة كيختفي على الوجود بدون سابق انذار، الصمت كيطول. القشره العقليه شنو كتقول لنا؟ هذا الشخص كيفعل فيه جرح الهجر، وهذا وعي مزيان. ولكن شنو كيوقع في الجسد؟ اللوزه الدماغيه كترصد التهديد اللي هو هنا الخوف من انك تبقى بوحدك، كيطلع الادرينالين، كيطلع الكورتيزول، الجسم كيدخل في وضعيه البقاء. وهنا علاش كتلقى راسك واخا فاهم شادك التليفون وكتراقب فيه من بعيد، كتسنى رساله وحده منه واخا يكون مضمونها كيطيح من قيمتك. المهم غير جاوب، كتبرر لراسك ولكن ماشي باش ترتاح، غير باش تبقى قريب الا رجع يلقاك كتسناه. ولو ساف اللي ما بينها وبينك والو، وكتعلم قبل ما يدير التران الروطه. حيت الا كنتي فاهم الجرح ومازال كدير نفس الاختيار، راك ما كتعافاش، راك غير كتعايش مع الالم تحت مسمى الوعي والتعافي. وباش تخرج من الدوامه حاول تفرق بين جوج ديال المراجع. المرجع الاول هو المرجع الجرحي، فين الدماغ كيختار باش يهبط التوتر باي وسيله ولو على حساب قيمتك. المرجع الثاني هو مرجع الواعي، فين نفس الاحساس كيطلع ولكن كتخلق مسافه صغيره بين الاحساس ورده الفعل. حتى في علم الاعصاب كيسميوها ايقاف الاستجابه الاليه، يعني ما كتقمعش الاحساس، ما كتداعيش القوه، غير ما كتخليش الاحساس يتخذ القرار في بلاصتك. الاختيار الواعي هو انك تقول هذا الاحساس معتاد عندي ولكن ما غاديش ندير نفس ردة الفعل. الا ما قدرتيش توقف بين الاحساس والفعل راه ما عندكش اختيار، عندك عاده. واسوأ حاجه ممكن تعيشها هي انك تلبس العاده لباس الوعي. شفتي ديك اللحظه اللي غادي توقف فيها هي بدايه بناء مسار عصبي جديد. ومع التكرار الدماغ كيتعلم ان ماشي كل احساس خصو نفس ردة الفعل. هذه المرحله ماشي مرحله نصائح، مرحله استرجاع القياده العصبيه. يعني من اليوم للقدام غادي نتكلموا على كيفاش تختار، ودير في بالك باللي همسات ما كتبدلش ليك الاحساس، كتبدل طريقه تعاملك معه. والسلام عليكم.